صباح الخير او مساء الخير عندكم. عايزه اسالك سؤال. انت متوقع مني ايه؟ او فاكرني مين لما تقولي انت لسه ما غيرتيش في مصر؟ excuse me. انا بقالي معاكم من شهر 5 لما حطيتوني على المسرح بسبب فيديو العريس. قلت فرصه نطلع نتكلم بقى شويه، عشان ال20 سنه اللي انا عشتها هنا محتاجه انها تطلع لولاد بلدي. بس قبليها عايزه افهمك، احنا كعيله كنا بنحاول نعمل ايه لمصر من ايام جدودي الله يرحمهم. موجهين في التربيه والتعليم، شايلين التربيه والتعليم على التعليم على كتفهم وموصينا عليها. بعديها ابويا دكتور كان بيحاول يبقى كاتب في مصر، يحط ثقافه وعلم راقي ينفع بيه فكر ولاد بلده. اتسرقت الفكر، قال لك خلاص هاكر. جابنا وجاب فلوس، نزل فلوسه في 2004 ملايين في عقارات زي عقارات السرايا في اسكندريه، عشان خاطر ما شاء الله نستثمر، يستفيدوا ونستفيد ونطلع الفايدة دي نحطها في مشاريع بقى أولادنا اللي هو أنا وأخواتي ينزلوا يشتغلوا في مصر. الدكتورة اللي كانت مروة أختي اللي بتشتغل عند أوباما، أو أنا مثلا بمنتهى التواضع، أو التانية اللي ما شاء الله عليها برضو دكتورة علم النفس قريب، ينزلوا يفيدوا بلدهم بيها، يعملوا مشاريع اللي هو إيه، انت تاخدي على قد لقمتك تكوني مستورة ومرتاحة، والباقي تستثمري مع الناس. وما خدناش منها ولا نكلة. م? عشان القضاء في مصر ايام لما كانت ناس كانت تانية ما كانت ماسكاه، قالوا لك اتأخرت. معلش احنا اتأخرنا عشان اخويا كان عنده سرطان. بس استمرنا نتعلم، ونزلت كذا مرة احاول وارجع بعلم مفيد عشان خاطر اعرف ادخل لكم باستراتيجيز مختلفة. بعد ما حطيتوني على المسرح والفيسبوك، المالتي بليون دولار اندستري اللي بيعمل من وراكم فلوس كتير وبيضركم، عم خدتها عهد على نفسي كده ان انا احاول افيدكم بيه، عشان هفيد نفسي في الاول. مواضيعي بتبقى في 5 دقايق باساليب مختلفه جدا. اتكلمت معاكم بلغات عمري ما توقعت في حياتي اني هتكلمها، واقول جلاشه شقي وكده. اتعلمت مصطلحات عمري في حياتي ده ابويا كلمه مزه بيتضايق منها. قلت لا، عشان نقرب، احنا شباب نقرب من بعض في التفكير. دخلت بالكوميديا وبالهجايس وبالضحك وبالزعل وبالعياط وكل حاجه، كل مشاعري حطيتها في 5 شهور بس. اقصى فيديو 5 7 دقايق. لسه ناس بتشتكي لبابا تقول له يا عم وخليها تتكلم، توضح اكتر، تتكلم اطول. قال لها يا حبيبتي ده مش برنامج، انا لوحدي، لا معايا لا مخرج ولا معد ولا اي حاجه من دول. هو ايفون 6 يا ريت 7 ابو 17,000 جنيه ان شاء الله مع اني جبته. والعلم اللي درسته هنا والخبره اللي خدتها هنا وحرقه القلب اللي خدتهم هنا، ولسان ربنا فجاه قال له كن فيكون. احكي لكم على زمان ما كانش فيه ثقه ازاي، وكان في مشاكل مع giving a speech، برضو للناس اللي هي عايزه تتعلم عن الثقه واحده واحده. وبنات كتير اوريدي الحمد لله استفادت. امال ايه اللي يخلي بنات تبقى راضيه عني كده؟ عاده البنت احنا كبنات صعب شويه، أه؟ غير الحاجات اللي انا بواجهها لما فيسبوك بتاعي يتسرق ولا يتاخد، وتطلع ناس متطرفه الفكر وتقول لي بطلي تتكلمي عن ربنا، والا من امريكا والله اعلم منين ناس حيه ترزق جنبي. غير الشباب اللي بيدخل انتي حلوه وجميله وعايزين نساعدك، وفي الاخر طلع بيعكس. كبنت، كدكتوره عايزه تحافظ على مشاعرها، تبقى عايشه ازاي في وسط الحاجات دي كلها؟ ومين اللي قالك اني مش بحاول اعمل حاجه في مصر وانزل لها وناخد فلوسنا ان شاء الله ونفتح المشروع اللي انا نفسي فيه، اه؟ وناس كتيره تشتغل وتستفيد، ونثبت ان المصريين بياخدوا حقهم كمصريين. السلطه دلوقتي مش بتقول مصر وتحيا مصر، واحنا مصريين اهو، وحاولنا نفيد بلدنا وبنتبهدل.
فكر فيها واسأل نفسك حاجة واحدة بس، انت قدمت ايه؟ او على الاقل البنت الغلبانة اللي قاعدة لوحدها، اللي بتحاول تناضل عشان تعرف ترد على الناس وتعتذر لهم، واللي بيدخل يشتمها عشان ما بتردش ويقول لهم عايش على انا اسفة، انا اسفة، انا عندي مثلا حاجتي وعندي شغلي وعندي حاجات كتيرة بعملها، بس انا هوصل وهتكلم معاكي، او على الاقل الكلام اللي بتبعتوه ممكن احطه في فيديو، بدل ما تساعدها تقول لها انت قدمتي ايه. خير، خير ان شاء الله. سلام.